اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فرق نقطه. هنتكلم النهارده عن الجوله الخامسه وابرز ماتشاتها، منهم ماتش القمه، مانشستر سيتي وارسنال. فيلا بينا نبدا. هنبدأ بأول ماتش معانا في الجولة، ماتش ويست هام وتشيلسي. شفنا ويست هام بيبدأ بتشكيل فيه شوية تغييرات، ميكيل أنطونيو قاعد دكة، بوين أخد مكانه كمهاجم، سامرفيل بيبدأ أساسي ناحية الشمال، قدوس بيلعب يمين، وطبعا لوكاس باكيتا معاهم. في البداية شفنا ويست هام يعني بعد ما غيروا التشكيل ولعبوا تشكيلة تانية برضو لسه في شوية مشاكل، سوء حظ ملاحقهم في كل حتة. تشيلسي مع أول كورتين جاكسون يعني بيظهر بشكل كويس، بيروح كورتين بيجيبهم، يعني حاجة مفاجأة بالنسبة لنا ان جاكسون يلعب كويس. الماتش ده كان كويس جدا، كان قريب من انه يجيب هاتريك. شفنا كده بيساكا لحد الدقيقة 15 ويست هام مضغوطة، بيساكا دايما ثابت جنب السنتر باك، مش عارفين يطلعوا بالكورة، دايما مضغوط عليهم بكذا لعيب. لحد بعديها بشويه شفنا لو بتيجي بيزعق له او حاجه كده، بعدها شفنا بيساكا بيطلع بيظهر اكتر، بيتقدم بيروح، فبالتالي ويست هام بدات تاخد نفسها شويه. شفنا برضو قدوس كالعاده بيحاول كتير قوي، يمكن هو ابرز اللعيبه في الفريق، دايما الخطوره من ناحيته، يعني كذا مره كان بيحاول بس برضو مفيش. سامرفيل كان ليه ضربه جزاء الحكم ما حسبهاش، يعني سامرفيل كان كويس جدا في الماتش بس برضو مش عارف، تحس ان الدنيا مش عايزه تمشي مع ويست هام، حظهم وحش قوي في الحته دي. شفنا بعد كده نزول سوتشيك. سوتشيك اللي اول ما نزل بوين يعتبر ما جاش، مش عارف راح فين اختفى. هل بوين مثلا لو بتيجي قال له يعني تبعد عن العمق عشان سوتشيك هو اللي يخش ويبقى الخطوره من ناحيته، ولا ايه مش عارف. بس بوين من بعد نزول سوتشيك دوره اختفى تماما، يمكن اداؤه قل خالص من بعد نزول سوتشيك. الشوط الثاني شفنا من الدقيقه 54 يعتبر الماتش خلص، يعني لو بتيجي استمر في عاداته الغريبه في انه يخلي الفريق شكله اوحش، بيخرج سامرفيل اللي كان عامل خطوره، بينزل ميكيل انطونيو تاني برضو، وبوين بيرجع ناحيه الجناح. يعني مش عارف هل التغييره دي مثلا جت عشان بوين ما بقاش ظاهر فتنزل ميكيل انطونيو اللي هو اصلا مش ظاهر من اول الموسم، مش عارفين. شفنا الناحيه الثانيه تشيلسي، دفاعها اتحسن يعني بشكل كبير. توسن المدافع اللي جاي من فولهام بيظهر وبيلعب ماتش كويس. فوفانا مش احسن حاجه، يعني سامرفيل نيمه يعتبر. نص الملعب اتحسن، شفنا انزو بيفشخ باكيتا حرفيا، يعني مش عارف انزو عالي قوي ولا باكيتا اللي كان وحش في الماتش، مش عارفين. شفنا برضو كايسيدو كان كويس في الماتش بس مش هذكره عشان ما رضاش يجي ليفربول. وبس ده كان كل كلامنا عن ماتش ويست هام وتشيلسي. نتمنى نشوف تشيلسي بعد كده مستواه بيتحسن وفي لعيبه اكتر بتظهر زي سانشو اللي ظهر. بس يلا نخش الماتش اللي بعديه، نروح لماتش ليفربول وبورنموث. ليفربول بعد تعثر اول في الدوري قدام نوتنجهام على ارضه، نشوفه قدام بورنموث يعني في اول الشوط دخل فيه جون في اول 5 دقائق. طب ايه، عارف انت اللي هو الجماهير فضلت قاعده، هو السيناريو بيتعاد تاني ولا ايه؟ بس الحمد لله الجون بيتلغي والدنيا بتمشي. يعني الجون ده لو كان اتحسن كانت ليفربول يعني خلاص كده زمانها بتتعثر تاني. المهم الجون اتلغى، بعد كده ليفربول بدات بقى تلعب عادي. شفنا كذا فرصه، اغلبها من صلاح خلاص، يعني مش عارف الكوره بتاعته اللي هو بيعدل وبيشوط بشماله اللي جابها في تشيلسي وجابها في السيتي وجابها في ايفرتون وجابها في الناس كلها، ما بقتش تحصل، يعني مش عارف ماله بصراحه. كذا كوره بتجيله ما بقاش قادر يشوط الكوره زي ما كان بيعمل زمان، غريبه من صلاح بصراحه. بس في نفس الوقت نشوف تألق لويس دياز، يمكن هو من احسن اللعيبه في الفريق لحد دلوقتي. الشوط الثاني بيبدا كلير بيتألق بصراحه، يعني مش اول مره نشوفه بيشيل الحمل بعد اليسون. في نفس الوقت صلاح جات له كوره دقيقه 58 رقص الحارس رقص المدافع، في الاخر بيقوم مبصيها في رجل كيركيس كده بيقول له اتفضل يلا خدها عشان انت تعبت معايا الماتش كله. مش عارف المستوى ده هيفضل مستمر لحد امتى يعني. وفي نفس الوقت هو عايز يجدد والاداره لسه في مشاكل، فانت عايز تجدد يعني خلاص بقى اثبت لهم فعلا ان لازم نجدد له، انما كده مش حلو خالص لصلاح بصراحه. بنشوف بعد كده كيزا بينزل بدل داروين اللي جاب جون جامد قوي بصراحه، يعني هو تاب ان لا ما جابش تاب ان من نص الملعب حاضر يجيب الاجوان دي، بس جاب جون جميل قوي بصراحه. كيزا برده كان قريب من انه يسجل بس الكره جت في العارضه، حظه وحش لسه. بس اعتقد هنلاقي الفتره الجايه كيزا بياخد فرصه، ممكن ياخد فرصه على صلاح ذات نفسه بعد ما شفنا صلاح بالمستوى ده. بنشوف برده فان دايك في الماتش بيعمل نسبه تمريرات ناجحه 100%، 45
45 تمريره، ال 45 صح. فان دايك مش يعني ما فيش حاجه نقولها، وبرده اكتر لعيب بيفوز بالالتحامات الهوائيه في البريمير ليج، جددوا له. نروح لماتش استون فيلا وولفز. شفنا في الشوط الاول الماتش يعني في نديه كبيره بين الفرقتين. وولفز كانت اخطر شويه، يعني ضيعوا كذا فرصه بعد ما جابوا الجول. شفنا الدقيقه 41 لارسن بيضيع كوره فنشها وحش قوي بصراحه. ايات نوري برضو كل ماتش مع وولفز بصراحه بيظهر، معرفش يعني نفسنا نشوف الراجل ده في فريق احسن شويه. الراجل بيعمل كل حاجه في الملعب يعني. الشوط الثاني شفنا استون فيلا بداوا يمسكوا الكره اكتر، يعني خلاص وولفز ما بقتش ندي خلاص في الماتش. مع نزول دوران الموضوع اختلف تماما، الكره كلها مع استون فيلا، كذا فرصه خطيره. يمكن كان دوران اصلا هيسجل بس الكره اتشالت من على الخط. بعديها بنشوف هجوم بقى، خلاص ضغط وهجوم. كونسا بيجيب جول لحد ما دوران دي 94 بيجيب اخر جول. وبصراحه دوران لحد دلوقتي يعتبر من نجوم الدوري، مساهم في كل الماتشات اللي نزل فيها هو بينزل بديل. كان واتكنز مش مشارك كده اصلا. نفسنا نلاقيه يعني بياخد فرصه، خصوصا ان ماتشات استون فيلا الفتره الجايه سهله، فعادي ممكن يلعب ويبقى مستواه اعلى من كده بكتير. برضو لوكاس دين مع استون فيلا عامل فورمه كويسه، يعني هم محظوظين ان هم عندهم باك شمال فايق للدرجه دي. وكمان الدكه بتاعه ماتسن شاب لسه صغير بينزل بيعمل فرق في الملعب فعلا. بس ده كان كل كلامنا عن استون فيلا. نروح لماتش توتنهام وبرنتفورد. شفنا برنتفورد لتاني مره في الثانيه 22 بيجيبوا جون. يعني المره اللي فاتت كان اللي عاقبهم إيدرسون وهالاند، المره دي ماديسون وسولانكي. ضغط من بعد الجون على طول. توتنهام اول 30 دقيقه ضغط. شفنا اول جون اصلا من كتر الضغط ماديسون بياخد الكوره بيشوطها بتترد لسولانكي بيجيبها. سولانكي اللي برضو جاب جون بس برضو مستواه مش احسن حاجه. يعني يا ابني انت جاي اساسي على ريتشارلسون، ما تخليش ريتشارلسون يعديك، يعني العب عدل. شفنا جونسون بعد الاساءه اللي تعرض لها من الجماهير وقفل اكونتاته وما بقاش خلاص انعزل عن العالم، بيسجل جون. الكوره اللي سجلها دي كان ضيع واحده شبهها على طول قبلها بدقيقتين بس بيسجل، ويعني بيحتفل وبيقول للجماهير بالراحه بالراحه عليه عشان لسه صغير. بعد كده خلاص في اخر الشوط الاول بنشوف توتنهام سايبه الكوره خالص، يعني الضغط قل، اللعيبه رجعت لورا اكتر. في اخر ربع ساعه الشوط الاول بنشوف توتنهام بترجع لورا، الضغط قل شويه، فده خلى برينتفورد تطلع اكتر. ضيعوا كذا فرصه، امبويمو ضيع انفراد، وفي كوره فيكاريو اتضغط عليه كانت ممكن تيجي وشالها. مش عارف، توتنهام دايما متعودين على سيستم الضغط، لما بيرجعوا لورا بيخلوا اللي قدامهم خلاص ياخدوا حريتهم اكتر، خاصه كمان ان دي برينتفورد، وبرينتفورد عندها لعيبه بتضغط بشكل كويس. شايف انه كان غلط كبير ان انت ترجع كده وتسيب الشوط، كان ممكن عادي يرجعوا معاك ويتعادلوا معاك في النتيجه. الشوط الثاني يعني يمكن مفيش كلام كتير، هو توتنهام نازله بتضغط. سولانكي ضيع كذا فرصه لحد ما ماديسون جاب الجول. اللي اتكلم على الجون بعد كده قال انا مش عارف ليه قلعت التيشيرت، انا لقيت والدتي بتكلمني بتقول لي انا خدت -1 بسببك في الفانتازي. نروح لماتش مانشستر يونايتد وكريستال بالاس. كان ماتش تألق الحراس الاول، بس مانشستر يونايتد اخيرا بيبداوا بجرناتشو على راشفورد قاعد دكه، وحتى راشفورد ما استناش نص الماتش ولا اخر الماتش. الدقيقه 9 على طول بيروح بكره خطيره، هندرسون بيشيلها. الدقيقه 12 دي ليخت برضه بيروح بكره، هندرسون شالها. الدقيقه 13 كوره من ليساندرو مارتينيز برضه هندرسون بيتصدى. ملحوظه هندرسون الماتش ده عامل 9 سيفز، يعني رقم كبير، ضد فريقه السابق، فهو تقريبا بينتقم. بنشوف الدقيقه 26 كوره في منتهى الغرابه، جرناتشو بيشوط بتيجي في العارضه كده، برونو بيسدد برضه بتيجي في العارضه. يعني الحظ حتى بيعاند، وهم اساسا مش ناقصين اليونايتد ده، غير الكوره اللي جرناتشو اساسا جايبها في العارضه. الناحيه الثانيه بنشوف اونانا بيرد على هندرسون، الدقيقه 43 بيصد من ايزي. الدقيقه 64 سيف خيالي من اونانا بيشيلها على مرتين. اونانا اهو ابتدى يفوق شويه. الدقيقه 71 برضو ايزي بيضيع كوره، يعني جول محقق ما فيهاش خلاف. حظهم وحش قوي بصراحه، بس يعني ده كان كل حاجه معانا في الماتش. نروح لاخر ماتش معانا، قمه الجوله ويعني من اهم ماتشات الدوري، ارسنال والسيتي. الماتش حتى شفناه بعد ما الحكم صفر، لا الماتش لسه ما خلص، كان في كلام كتير بعد الماتش، لعيبه طلعت تتكلم، مناوشات كده بين اللعيبه وبعضها بعد الماتش ما خلص. بس خلونا كان بالترتيب. بنشوف ارسنال مغيره شويه في التشكيل، كاليفيوري
بيبدا ناحيه الشمال وتمبر ناحيه اليمين. كان في اشاعات ان وايت يعني كان ظاهر عليه بعض التعب او كده، فارتيتا قرر انه يريحه، قرار صح بصراحه. الناحيه التانيه بنشوف كاليفيوري ممكن كان قلقان شويه في الاول، لسه مش متعود، برضو ماتش كبير او يمكن اول مشاركته كاساسي مع الفريق. شفناه يعني حتى في اول الشوط كده سافيو بيرقص وبيقوم لعبها لهالاند، يعني ما نقدرش نلوم لعيبه ارسنال على قد ما هو ذكاء وتحرك من هالاند، مش محتاجين نتكلم عنه. ما فيش ولا جوله ما سجلش فيها. بعد الجون طبعا بنشوف السيتي بدات تضغط، عايزه تزود النتيجه. شوف ارسنال كره مباغته كده، الحكم لسه بيخلص كلامه مع ووكر وساكا، ووكر لسه بيرجع مركزه، الكره اتلعبت على طول، مارتينيلي بيروح بيحط الكره لكاليفيوري، كاليفيوري بيسجل جون رائع بصراحه. ويمكن هو كان محتاج الجون ده عشان يكسب الثقه ويكمل الماتش ويبقى عنده ثقه في نفسه احسن من كده بعد ما كان بدأ الماتش قلقان شويه. بنروح بعد كده بنشوف ارسنال مش ماسكه كوره، بس يعني برضه انت ما تقدرش تلومهم، انت مصاب من عندهم كذا لعيب. الوضع يعني برضو ضغط السيتي، انت بتتكلم مع مانشستر سيتي ضغطك طول الشوط الاول وطول ما الماتش كمل بعد كده، فالوضع صعب عليهم اصلا. بس ارسنال بتنجح وبتسجل جون تاني كورنر، يعني انا بشوف كورنر مضحك بصراحه. يعني في الكورنر الاول دوكو كان ماسك جابرييل، الكورنر التاني دوكو ساب جابرييل ووكر مسكه. ووكر يعني انت المفروض بقى خلاص خبره بقى، ماسك جابرييل، عمال تزغده، اما هو قال لك طب سلام عليكم وطلع جاب الجون. طب انت يعني مش ايه المفيد اللي انت عملته؟ يعني مش عارف بصراحه، حاجه غريبه قوي من ووكر دي. ارسنال بتنجح ان هي تسجل جون تاني قبل الشوط ما يخلص. وبالمناسبه ساكا تاني لاعب في الدوري يصنع في اول 5 ماتشات بعد هنري طبعا. ساكا برضو ما طلعش ولا مره من غير ما يساهم لا لحد دلوقتي في الدوري. بنشوف بعد كده الحكم بقى يعني بيصعب الماتش اكتر على ارسنال، يعني الاصابات مش مكفياهم، لا الحكم برضو بيصعب الماتش اكتر. بنشوف طرد كده مش عارف، يعني هو طرد انا بالنسبه لي مش منطقي. انت في ماتش قمه وماتش مهم وماتش اساسا، يعني الماتشات اللي زي دي هي اللي بتحدد مين هياخد الدوري، بتطرد لعيب انا مش عارف حتى السبب ايه. يعني هو اللي طلع بيقول ان تروسرد عطل اللعب، تروسرد كان معاه انذار في اول الماتش، بعد كده بيعمل فاول، الحكم ما ادالوش انذار بس اداله انذار عشان عطل اللعب. مش منطقيه بصراحه انك تطرد لعيب في اخر الشوط الاول بالطريقه دي في ماتش مهم زي ده. بس مع ذلك ارسنال الشوط الثاني نزلت بتدافع طبعا، ما قدامهاش حل تاني، ال10 لعيبه ورا الكوره، حتى الكوره بتجيلهم بيطوحوها قدام شكرا مش عايزينها. وبرده يعني في حاجه كده نذكرها، ان السيتي انت الشوط الثاني كله لحد وقت الضايع انت مش عارف تبني هجمه صح، تخلق فرصه تخليك تجيب جون وتستريح شويه، او تخلي ارسنال تطلع شويه من خطوطها وتروح لقدام. عمالين نشوف تمريرات على خط ال18 وتلاقي في الاخر روبن دياش داخل يشوط، يعني على اساس ايه؟ طب هو روبن دياش جاب جون اصلا مع السيتي عشان تخليه هو اللي يشوط الكوره دي، مع ان عندك كوفازيتش بره ونزلت فودن متاخر شويه وجريليش نفس الكلام، هم دول اللي هيصنعوا لك الفرق. انما انت بتعتمد على كايل ووكر وروبن دياش هم اللي يشوطوا من بره ال18، فده مش منطقي. بس مع ذلك ارسنال برضو قافله، يعني منعوا خالص خطوره السيتي الشوط الثاني كله، الى ان جت الركنيه والكره بتروح لستونز والماتش بيخلص. بس يعني ماتش يحسب لارسنال بصراحه، ان هي قدرت مع الوقت ده كله ان هي تحافظ على شباكها وتصعب الماتش اكتر على السيتي وما تخليش فيه فرص كتيره تتخلق عليها. وفي نفس الوقت رايا برضو شايل كتير بصراحه، بيطلع نار من بقه ومش عارف ايه ده، شايل كذا فرصه خطيره، يمكن شايل اصلا كره من هالاند برضو كانت صعبه. رايا مستوى كويس لحد دلوقتي مع ارسنال، ان شاء الله يكملوا على كده. دي كانت نهايه حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، واشوفكم الحلقات الجايه.